السلام عليكم. بلاتي ما تمشيش، خليك معايا في هذا الفيديو. بغيت نقول لك شي كلام، وهذا الكلام بغيت نقوله لكل شيء. ما غنتكلمش على واحد الموضوع محدد، ولكن غنتكلم على بزاف ديال النقاط، وغنحاول انني نختصر في هذا الفيديو هذا، لانه هو ربما انا كنشوفها رساله توعويه اكثر من ان هي تكون دفاع عن القضيه الوطنيه. فالاخوان، اول حاجه احنا مغاربه مسلمين كما بغينا نكونوا، كما بغات تكون الديانه ديالنا، المهم كانسان من باب الانسانيه. الاخوه الكرام، اسمع مزيان هذا الكلام اللي بغيت نقول لك. اول حاجه، انا تكلمت بزاف في هذه الامور، وبزاف ديال الناس ما عجبهمش كلامي، وكاين بزاف ديال الناس اللي جابهم الله بانني انا كنفهم عليهم. فالله يخليكم ركزوا، ربما غنشرح شي شويه مزيان هذه المساله هذه. هنا في المواقع الاجتماعيه، وغنتكلم تحديدا على المواقع الاجتماعيه، وغنتكلم تحديدا او لا ما غنتكلمش على فقط الاشخاص اللي كيدافعوا على القضيه الوطنيه، ولكن غنتكلم على جميع القنوات، جميع المنصات، ولو يكونوا كيتكلموا على الرياضه، ولو السياسه، ولو اي قضيه. فانا خذوني على قد كلامي وتصنت لي مزيان حتى التالي، ومن بعد هود للتعاليق واعطيني رايك. وحتى لا بغيتي انك تكون مختلف معايا في هذه الفكره، او لا بغيتي تسبني، فما عنديش مشكل. المهم جلس حتى التالي باش انك تستوعب هذه الرساله اللي بغيت نعطيك. انا كنور الدين، او لا فلان كمحمد، او لا فلان كعبد الله، او لا فلان كخديجه، فاطمه، نعيمه، يعني جميع المواقع الاجتماعيه، جميع الاصحاب اللي عندهم القنوات او لا صفحات في فيسبوك او لا في اي بلاصه، انتم كمتتبعين وحنا كاصحاب المنصات. اول حاجه خصك تعرف بان حنا كنتسموا بمؤثرين، ولو الله يجعل تكون عندي غير 1000 متابع وكنطلع لك في فيديوهات كنتسمى مؤثر، لان كلمه مؤثر ما كتوزنش بالارقام شحال عندك المتابعين ولا المشتركين، ولكن كتختلف في اللسان، في طريقه التعبير، او لا شنو. باش غنفيدك انا، المؤثر كاين جوج انواع من المؤثرين. كاين المؤثر اللي هو ممكن انه يفيدك، يعني يكون بصالحك انت باش انت تطور وتغير من الافكار ديالك وبزاف ديال الحوايج الى الافضل. وكاين المؤثر الثاني، المؤثر الثاني اللي غيأثر لك على كل حاجه ديالك من الافضل الى ترجع مارشاريان وتولي تتكلم بحاله وتولي على طريق غلط. يعني كاين من المؤثرين اللي عنده واحد الرساله نبيله جاي باغي ينفع بها الامه، وكاين المؤثرين اللي عنده واحد الرساله باغي ينفع بها الاجندات ديالو، او لا عنده مبتغى لانه هو الماديات. الهدف ديالو كامل هو انه يدي الفلوس في راس الشهر وماشي سوقو فيك انت. وهاد الاشخاص كتلقاهم متقلبين، ما كتلقاهمش شادين في مبدا واحد او لا طريق وحده، كتلقاهم اي موجه شافها كيتبعها. يعني هنا ممكن انني نفصل لك، كاين 3 ديال الانواع. كاين الشخص اللي هو كيامن بانه هو داك الراي ديالو بغى يبارطاجي معاك معلومات اللي ممكن ان تفيدك وفي صالحك، وغالبيه الاحيان هذا النوع هذا ما كيكونش عنده متابعه بزاف. كاين النوع الثاني يا الاخوان، النوع الثاني اللي هو كيكون كيخدم لاجندات. وهذا النوع اللي كيكون كيخدم لاجندات كتلقى من البدايه عنده قاعده جماهيريه كبيره، لان الناس اللي حطوه او اللي عطاوه واحد المهمه عطاوه معاها واحد الناس متابعين اللي بيهم غيبدا، اللي حتى هما غيأثروا عليك في التعاليق. ممكن انا مثلا نعطيك واحد الرساله اللي ممكن تقلب حياتك الى دمار، وانت باش انك ما تدي ما تجيب ويتم التغرير بك وتتبعني انا في كلامي، كي كتدخل انت وكتبقى تصنت ليا اش كنقول، الراي ديالك، الدماغ ديالك فاش كتحلل بينك وبين راسك شنو كتقول اش كيخربق هذا. ولكن مني كتجي كتطلل على التعاليق كتلقى التعاليق كلها كتأيدني. اذا انت كتبقى تقول ربما انا اللي غلط، كتبقى انت كتكذب نفسك، وكتولي يوم على يوم كتلقى راسك انت تابع داك الناس اللي هما اثروا عليك
في التعاليق وكيأيدوا الكلام ديال داك صاحب القناه، خطر جدا من هاد الناس. هاد الناس عندهم ربح مادي اكثر من داكشي ديال اليوتيوب اللي ممكن انه هو يدخل من اليوتيوب. وكاين النوع الثالث، اللي هو ما كيخدم لا اجندات ولا عنده اهداف مبادئ ولا قيم ولا باغي ينفعك ولا سوقو فيك كاع. الهدف ديالو كامل هو ان اي بلبله اي موضوع ممكن انه هو يركب عليه وممكن يخلق جدل بداك الموضوع. تصور مثلا هاد النوع هذا ممكن يكون عارف واحد السيد عنده واحد الموضوع زويون بزاف، ولاحظ بان داك السيد عنده نسبة المشاهدة والناس اللي كيتيقوا فيه بزاف، دونك هو بما انه هو ما عندوش مشاهدات وما عندوش اقبال على القناة ديالو، فكيمشي كيضرب بقسوة في هذاك الشخص اللي هو عنده مبادئ وعنده كذا، باش انه هو يخلي داك المتابعين ديال داك السيد هذاك يجيو كاملين لعنده، ولو انه ما يجيو لعنده يسبوه ويقول له مثلا السيد فلان راه محترم، راك غلطتي فيه، راك غلطتي بحقه لا كذا، وتحاولوا تدافعوا على داك الشخص اللي هو عنده مبادئ. فهذيك هي اللي بغى داك السيد، بغاك انك تجي لعنده وتهجم عليه وما عندوش غرض ولو انك تسبه. المهم الهدف انك تتواجد معاه في القناه ديالو وتطلع له ليفي والتفاعل باش في راس الشهر فلوس. يعني كنتمنى ان الرساله تكون واضحه. بزاف ديال الاشخاص انا شخصيا فاش كنجي كنهضر على شي موضوع كنلقى واحد الاشخاص الا مشيت ننتقد واحد الشخص على سبيل المثال، اول حاجه فاش كنمشي انا كننتقد واحد الشخص الاخوان راه كننتقدو على حسب داك الفكره، على الكلام ديالو اللي قال، كننتقد الفكره ديالو، راه ماشي باش بزاف اللي ربما كيفهموني بطريقه غلط. وهنا فين بغيت نوضح، ملي كيجي واحد السيد كنتكلم عليه اكس دار واحد الموضوع وكنجي انا كننتقد او لا كنصحح داك المفاهيم ديالو في داك الموضوع، راه نورمالمون هاد الشخص هذا الا كان شخص عنده نيه حسنه فشنو بالعكس انا كنساعدو في ان في تصحيح داك الموضوع، حيت داك السيد ما يمكنليش ندخل معاه وندير مداخله ونقول له لا، ما عنديش طريقه كندير نتواصل معاه، ولكن افضل طريقه هي نشير ليه بالاسم وداك الموضوع اللي دار ونحاول نقول له لا راه ماشي هي هذه الطريقه، راه كيفاش ربما واحد النقط ما فهمهمش فخصني انني نوضحهم. حتى مثلا نعطيك حتى رئيس الحكومه ولا اي شخص منتخب ولا اي شخص يعني في شي حزب ولا كذا عنده واحد المسؤوليه، فراه كنخرج بادب. وشنو كندير اذا كان عنده واحد البرنامج وداك البرنامج فيه خساره وكنت انا كنفهم في هذيك مسائل الاقتصاد ولا كنفهم في داك الدومين، راه مني كنخرج انا كنقول لا راه فلان ريسكا، راه غامر بواحد القضيه بواحد المشروع وهذا المشروع هذا راه خاسر، ولكن الا بغينا نتفاداو هذه الخساره كان على فلان انه هو ها شنو يدير وشنو يدير وشنو يدير. وهذا هو الانتقاد البناء الاخوان، وحنا في المغرب ما عندناش بحال هذا النوع، وهذا النوع كاينين قلالين ولكن ما باينينش في المغرب. علاش؟ لان كاينين واحد الناس اللي كيخرجوا كيهاجموا الشخص المسؤول، كيهاجموه وربما كيخونوه وربما كيتهموه لدرجه ان كيحاولوا بداك الرسائل ديالهم انهم يديروا عمليه استقطاب الاشخاص وداك الجروح وداك الاوجاع ولا داك المعاناه ديال واحد الطبقه كبيره من الشعب المغربي اللي كتفاعل معهم في هذه المواضيع لدرجه ان هي كتأيدهم وكتقول لهم برافو انت عندك جرأه ديال محاربه الفساد. هنا في كاينين اغلاط. نرجع ونقول انا فاش كنشد واحد السيد، انا نتكلم على نفسي، فاش كنشد واحد السيد لاحظت واحد المغالطات عنده فكنجي كنتكلم، راه ماشي كنعطيك فرصه باش انك تجي تسبو وتقول فيه ولد الحرام ولا تخونو، لا الاخوان. اول حاجه مثلا واحد السيد داخل المغرب، نعطيو على سبيل المثال اخر فيديو درته هو المهداوي. انا فاش كنت تكلمت على المهداوي راه ما كنتكلمش عليه، ويستحيل انني نقول عليه خائن والسيد ساكن في وسط المغرب. شنو زعما انا كنفهم على الاجهزه السيد خائن والدوله ما عارفاش، السيد كيخدم لي اجندات خارجيه الدوله ما عارفاش. لا، انا الموضوع ديالي كنحاول على انني نعطي الراي ديالي، نعطيه باحترام،
بدون ما نتهمو بشي تهمه وانا ما عنديش عليها دليل. دونك انا السيد خرج لي العلن، عنده قناه، السيد شخصيه عامه، فمن حقي انا انني نعلق عليه ولا على واحد الضيف ديالو اش قال. فانا ما جيتش انني باش نفتح لك المجال انك تسبو او لا تخونوا او لا كذا. بالله عليك نقولوا اسيدي المهداوي غلط، او لا نقولوا اكس واحد السيد غلط تكلمت عليه انا مثلا وعلقت عليه، وجيتي نتايا نعتيه بولد كذا ولا ولد كذا ولا ولد كذا، فراه هنايا كيبان لي عفوا، فهنا راه كيبان لي بان راه انت اللي فيك المشكل اللي كتبتي داك التعليق. وإلا كنتي كتعتقد على راسك بانك انت هو المحترم وانت هو الوطني الشريف، فراك غلط اخويا ولا اختي. لان حتى الا جا هو ولقاني انا بداك الفيديو صححت له واحد الغلط تمرر في القناه ديالو من خلال واحد الضيف او لا على لسانه حتى هو، فراه غيهود للتعاليق باش يشوف الاراء ديالكم. فعيب وعار انه يلقاك كتقول له ولد الحرام ولا ولد فلانه ولا ولد كذا ولا ولد كذا، عيب وعار. ولا الخائن، راه حتى الا ما كانش الانسان خائن راه ردوه خائن بهاد التهجمات. فالانسان يكون ذكي شي شويه، يا ريت يلقى تعاليق محترمه. بما انني انا ما تهجمت على السيد، ما سبيتو، ما حتى شي حاجه، فهاد الشيء الاخوان ما خصوش يكون. لنرتقي باخلاقنا. نعطيكم انا واحد القصه اللي خلصت عليها غالي. انا كانوا كيدخلوا اشخاص في البدايه ديالي، كانوا كيدخلوا اشخاص في البدايه ديال التطبيع والتهجم ديال الجزائريين علينا كالتطبيع كذا. حنا كنقولوا لا، راه مساله ديال التطبيع او لا كذا راه غير اعاده فتح العلاقه مع اسرائيل، وراه عندها كذا وما بينها الحوايج ديال فلسطين، يعني غتخدم القضيه الفلسطينيه من واحد الجهه. يعني كنحاولوا اننا نشرحوا. فالهدف ديالي انا راه ممكن ان داك الشخص اللي جا كيسبني وكيطعن فينا حنا ممكن انا نرد عليه بالمثل، ولكن علاش كنتكلم بادب؟ كنتكلم بادب باش خصني نستقطبك انت، باش خصني نوصل لك الرساله انت، باش خصني نوصل الرساله محترمه باحترام. لان انا ماشي هنا كنناقش مع واحد الشخص، ولكن هنايا انا كنناقش مع الالاف، وربما داك الفيديو يمشي قد يوصل حتى للملايين. فخصني نكون قد داك الرساله اللي انا غادي نطرحها. فهنا كانوا كيجيو واحد الاشخاص وكانوا كيديروا لي تعاليق ديال الدرابو المغربي والدرابو الاسرائيلي وقلب، وكانوا التعاليق بزاف كان كيجيو. وكنت انا شخصيا كنحارب هذا النوع ديال التعاليق، وكنقول لهم ما يعاودش شي واحد يدير لي في اللايف ديالي او لا في الفيديوهات ديالي هذا التعليق ديال الدرابو اسرائيل. فاسرائيل انت كتحب اسرائيل، راه اسرائيل راه حنا عندنا علاقه معها، شراكه اقتصاديه ولا سياسيه. راه ماشي حنا تخلطنا معها باش نبغيوها، ماشي الدوله دارت اتفاقيه معها باش تقول لك بغيها. هنا كنت كنبغي نوصل لك واحد الرساله، ولكن ما تفهمتش داك الرساله. فربما انا في ذاك الوقت كان واحد التفاعل عندي، وانا جريت على ذاك الناس لانني رفضتهم وما عنديش مشكل. بارك عليا 10 الناس توصلهم الرساله ديالي، هذوك ال10 الناس حسب رايي كل واحد فيهم عاوتاني ياثر على المحيط ديالو، ولو غير في القهوه ولا في الدار ولا في الحي ديالو، ويوصل له داك الرساله بادب باحترام. فتبارك الله راه غتجي واحد الوقت النتيجه غتبان. الا ما بانتش عندي النتيجه في القناه ديالي انا، راه النتيجه كتمشي. وهذا هو الهدف. الا كان هدفنا حنا هنايا باش اننا نعطيو رسائل نبيله، فلا ليس مهم شحال من واحد شاف الرساله، ليس مهم اننا ندخلوا الماديات كاع. وديما كنقول بانني انا هنا بحال واحد الفلاح كيقلب الارض، كيلوح الزريعه، كيولي يقلب عليها التراب، كيتسنى الشتاء من عند الله ماشي من عند العبد، كيتمنى وكيتسنى وكيطلب الله يتجي المطر، وفي التالي نعم سيدي كيستافد بالحصاد. يعني انا كندير واحد المجهود وكنتسنى الله سبحانه وتعالى، لان حتى نتوما دابا اللي كتشوفوني راه الله سبحانه وتعالى اللي رسلكم لعندي. علاش؟ باش يكون عندي داك التفاعلات ديالكم.
وممكن الله سبحانه وتعالى يرسل لي واحد المتفاعلين قلالين. راه بعض المره يجي واحد ينتقدني وهو غيصحح لي المعلومه ديالي، ولكن ديما الانتقاد الاخوان باش نختموا، الانتقاد خاصو يكون انتقاد بناء. الا شتيني على غلط كتب لي تعليق صحح لي. فتحياتي لكم وشكرا، وكنتمنى هذه الرساله تكون تفهمت. مع السلامه.